خطة سياسية حاكاها الزعيم السياسي اللبناني وليد جنبلاط بمشاركة من الرئيس السوري أحمد الشرع، ويبدو أن هذه الخطة بدأت تحقق أهدافها وتتسبب في أزمة كبرى لحكمة الهجري والتمرد الذي قاده في السويداء، بما يمهد الطريق لخروجه من المشهد وعودة المحافظة ذات الأغلبية الدرزية إلى سلطة دمشق. فماذا يحدث في السويداء؟ الهجري في ورطة وموقفه بات صعبا وخياراته شديدة المحدودية والضيق بعد أن تفاجأ بتخلي حلفائه الدوليين عنه ورفعهم الغطاء الذي كان يريده منهم للحصول على حكم ذاتي في محافظته ذات الأغلبية الدرزية. حكمة الهجري زعيم الطائفة الدرزية والذي قاد قبل أسابيع تمردا ومواجهات ضد حكومة دمشق والرئيس السوري أحمد الشرع في المحافظة، تفاجأ مؤخرا بتبدل مواقف الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منه، حيث أطلق مؤخرا رئيس الهيئة الروحية لطائفة موحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف تصريحات مفاجئة شدد خلالها على مبدأ إشراك دروز السويداء في الدولة السورية من خلال منحهم حقوقهم وتفعيل دورهم في المعادلات السياسية وفي المجلس النيابي والدستور. تحدثت مصادر درزية عن تبدل خطاب طريف وعودته إلى خريطة الطريق التي أطلقها الزعيم السياسي اللبناني الدرزي وليد جنبلاط، وما يحمله هذا التبدل من مضامين كبيرة. وبحسب المصادر فإن طريف يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ما يشير إلى أن طريف عندما يتكلم فإنه يتحدث باسم إسرائيل في الملف الدرزي، وبالتالي فإن دعوته دروز السويداء إلى التوجه نحو الحكومة السورية تشكل اعترافا بانعدام الدعم الإسرائيلي لهم ولمشاريع الانفصال رغم إلحاح الهجري في طلب ذلك، إلا أن الواقع الميداني على الأرض يحول دون تحقيق ذلك. المصادر تقول إن طريف اتهم جنبلاط باتخاذ موقف الخطأ فيما يتعلق بدروز السويداء، لكنه عاد واقتدى بمواقف جنبلاط ونادى بمنح الدروز حقوقهم من خلال الحكومة السورية وإشراكهم بالمعادلات السياسية المحلية. وحينما سألته المحاورة عن دعمه طرح الانفصال، قال طريف إنه يامل أن ينال الدروز حقوقهم من الحكومة السورية، وهو رفض ضمني للطرح. وفيما يبدو اتفاقا بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشرع، وضع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رؤيته للحل في السويداء، ولم يكتفي بالنظرية بل اتجه نحو التطبيق، حيث اتخذ جملة من الخطوات من بينها العمل على فتح طريق دمشق السويداء والدفع باتجاه إدخال المزيد من المساعدات، وهو الأمر الذي قام الشرع بتنفيذه بالفعل. لكن الخطوة الأهم في المسار السياسي كانت إطلاق مسار تحقيق دولي لأحداث السويداء. وفي هذا السياق تحدثت معلومات عن موافقة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا على زيارة السويداء هذا الشهر بطلب ودعم من جنبلاط وبتنسيق مع القيادة الدرزية في السويداء. هذه الخطوة من شأنها إطلاق مسار التحقيق الدولي تمهيدا لمحاسبة كل مرتكب الانتهاكات خلال الأحداث. مصادر متابعة للشأن الدرزي ثمنت الخطوة واعتبرتها حجر الأساس لبدء مسار الحل السياسي في المحافظة وإجراء لابد منه لخدمة هدف اندماج الدروز بالدولة السورية فيما بعد. وتطرقت المصادر إلى الدور الفاعل الذي قام به جنبلاط خلف الكواليس بعيدا عن البروباغندا السياسية التي لجأ إليها البعض دون نتائج عملية تذكر. لكن رغم كل تلك الدعوات استمر رئيس الهيئة الروحية في المحافظة حكمة الهجري في التمسك بطرحه الانفصالي ورفضه العودة عنه رغم غياب دعم إسرائيلي وأمريكي ودولي صريح لمشروعه، وهو أمر فسره مصدر درزي في السويداء بأن الهجري بات أسير موقفه وغضب الناس، فشعور النقمة المسيطر في السويداء يجبره على اتخاذ مواقف شعبوية وإلا خسر موقعه الاجتماعي. لكن محللين رأوا أن الرئيس
الرئيس السوري أحمد الشرع قام مؤخرا بخطوات إيجابية لكسب ود سكان السويداء من الدروز واستمالتهم بعيدا عن الهجر، حيث جاء قرار تعيين حسام الطحان قائدا لقوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء بدلا من أحمد الدلاتي ليعيد بناء الثقة بين الشرع وأهالي السويداء. وأكدت مصادر في السويداء أن حالة من الارتياح سادت بسبب قرار التعيين، حيث إن نطاق عمل الطحان السابق كان ريف دمشق، وسبق له أن تعامل مع دروز جرمانة وتمكن من حل مشكلتهم مع الحكومة، وقام بوساطة إيجابية هناك وفق ما ذكره أهالي جرمانة، وبالتالي فإنه من المرتقب أن يكون له دور إيجابي في السويداء. ويؤكد خبراء أن سلسلة الخطوات المتخذة في السويداء تمهد لحلول جذرية لمعالجة الأزمة مع الحكومة، إذ إن إطلاق مسار المحاسبة وتغيير المقاربة الأمنية في المحافظة هو بمثابة إجراء ضروري لمنع تكرار الأحداث التي وقعت وترسيخ حد أدنى من العدالة، لكن المشوار الطويل والشق الأصعب هو إجراء المصالحة بين الدروز ومحيطهم، وبالتالي فإنه مع استمرار الخطوات الإيجابية التي يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع في السويداء، وكذلك استمرار الدعوات المتصاعدة من دروز لبنان لتجنيب المحافظة أزمة كبيرة، حيث كان لافتاً أن جنبلاط أورد في حديث له خلال الأزمة التي وقعت بالسويداء أورد قصة القيادي الدرزي الكبير سلطان الأطرش الذي آثر الخروج من السويداء إلى الأردن في أعقاب أزمة مماثلة مع الحكومة السورية في خمسينيات القرن الماضي، وهي رسالة ضمنية فسرها بعض المحللين بأنه دعوة إلى الهجر للتراجع والتخلي عن مواقفه المناهضة لحكومة دمشق وقبول العودة إلى سلطة الدولة السورية مرة أخرى، تمهيدا على ما يبدو لخروجه من المشهد السياسي وربما مغادرته المحافظة في وقت لاحق. ومع إعلان إسرائيل بعدم قدرتها على مساعدته ودفع وليد جنبلاط لتصفير الأزمة مع حكومة دمشق والتغييرات التي أجرتها حكومة الشرع، هل تتوقع أن يستسلم حكمة الهجر أم سيواصل تصعيده؟